قصة اعتزال أبو تريكة وخبر عودته. أمير القلوب يقدر يرجع بلده وقت ما يحب. من ابن عامل طوب بسيط في كرداسة للماجيكو وأمير القلوب وفخر العرب الحقيقي، ومن بعد سنين برا مصر بسبب قضية حكمت له المحكمة بالبراءة والرجوع لبلده. مثال للأخلاق والقدوة لكل الشباب، اللاعب اللي اتفق عليه كل الجماهير في مصر والعالم كله. محمد أبو تريكة اللاعب الأشهر في تاريخ كرة القدم المصرية، اتولد في 7 نوفمبر سنة 1978 في قرية ناهية في محافظة الجيزة، واشتغل من صغره عامل في مصنع طوب مع عمه، وده اللي ساهم في تقوية عضلاته وإعداده بدنيا بشكل سليم وقاسي. انت بتفهم في الطوب؟ طبعا انا اشتغلت في الطوب. اشتغلت في الطوب في فتره معينه، فتره الصيف. وفي نفس الوقت استمر في تعليمه لحد ما اتخرج من كلية الآداب قسم تاريخ من جامعة القاهرة. وبدأ أبو تريكة رحلته في عالم كرة القدم لما كان عمره 7 سنين، وكان بيلعب في شوارع قريته الصغيرة ناهية، وكان بيشارك في الدورات الرمضانية اللي بتتعمل كل سنة. ومن الشارع ومراكز الشباب اتنقل أبو تريكة لمرحلة تانية من حياته الكروية لما وصل لسن 12 سنة عشان يدله صاحبه ووش الخير عليه مجدي عابد للاختبارات الرياضية اللي كانت بتتعمل وقتها في نادي الترسانة. وبالفعل أبو تريكة راح لاختبارات ونجح وانضم للنادي، وكان لعيب كرة شاطر ومهاجم وبيجيب أهداف، والناس كلها كانت بتحبه عشان أخلاقه ومهارته، وكانوا بيشبهوه باللاعب الفرنسي زين الدين زيدان. وبدأ ناشئ في نادي الترسانة ومن الناشئين للفريق الأول للنادي، وعرف يوصل للدوري الممتاز ولعب معاهم 4 مواسم، وبعدها راح لحلمه النادي اللي نقله نقلة العمر وخلاه حبيب الملايين، وبدأ رحلة جديدة مع النادي الأهلي وعرف يعمل بطولات وإنجازات كتير، وأخد برونزية كاس العالم في 2006 وحقق لقب هداف البطولة، وأخد 5 بطولات في دوري أبطال إفريقيا و4 كاس السوبر الإفريقي و7 بطولات دوري. وفي 2012 راح بنياس على سبيل الإعارة وأخد معاهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم، ورجع الأهلي تاني في 2013 وأخد معاهم دوري أبطال إفريقيا للمرة ال5. أبو تريكة من أشطر اللعيبة اللي عدوا على النوادي المصرية، مفيش كلام، وليه جمهور كبير بيحبه. بس بعد الأحداث الصعبة اللي مرينا بيها أيام حادثة استاد بورسعيد، أعلن أبو تريكة اعتزاله كرة القدم، وكان معاه لاعبين تانيين زي عماد متعب ومحمد بركات. لكن بعد فترة من مرور الأحداث ونظرا لارتباط النادي بالمباريات الإفريقية قرر التراجع عن قراره وانتظم في التدريبات. وفي 2013 بعد خسارة مصر فرصتها إنها تتأهل لكأس العالم مع غانا، وكان أبو تريكة وقتها عدى ال 34 سنة، أعلن نيته للاعتزال، وده خلى كل المسؤولين عن النادي الأهلي يحاولوا يقنعوه بالتراجع عن قراره. وبعد كلام كتير قرر إن تكون بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب سنة 2013 هي نهاية مشواره الكروي الممتاز، واعتزل يوم 18 ديسمبر 2013. وفي 2014 أعلن النادي أن أبو تريكة أفضل لاعب في إفريقيا، وكان أول لاعب كرة قدم ياخد جايزة رسمية بعد اعتزاله. وقرر بعد الاعتزال أنه يكون في المجال الإداري لكرة القدم بعيدا عن التدريب وبعيدا عن الإعلام. بعد المشكلة اللي حصلت في البلد في 2013 طلع قرار بالتحفظ على أموال أبو تريكة، بالرغم من أنه ما كانش فيه أي اتهام قضائي مباشر ضده، واتمنع من السفر. لكن دلوقتي أبو تريكة اترفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، واللي كانوا 1500 شخص تانيين مع أبو تريكة، والمحامين صرحوا وقالوا أبو تريكة دلوقتي يقدر يرجع بلده وقت ما يحب، لأنه خلاص كده مفيش حاجة تدينه، وزي ما بنقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. النهارده جه حكم انه لا، احنا الناس ديت خلاص هم بره قوائم الارهاب، وبما في ذلك محمد ابو تريكة. جمهور أبو تريكة كله كان حزين على اللي حصل له، وكلهم كانوا شايفين إنه أكيد مظلوم ومستحيل يكون شخص سيء. ومن فترة جمهوره كله كان منزل صورته لما دعم القضية الفلسطينية، وقلع تيشيرت وكان لابس تحتيه تيشيرت مكتوب عليه تعاطفا مع غزة، وكانوا بيستخدموها في بوستات دعم القضية الفلسطينية. قولوا لنا بقى، فاكرين أهداف أبو تريكة ولا لأ؟ ويا ترى شايفين إنه فعلا بعد براءته هيرجع وينور مصر من تاني، ولا هيكمل حياته اللي بدأها من سنين بره مصر؟ 50 يوم 8000 طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم عديد من الآلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم
فهم لا يفقهون. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.